مهما استخدمتي حاجات للشعر مش هيجيب نتيجه الا اذا او عندك تساقط شعر هرموني او وراثي. تعالوا اقول لك تعملي ايه هيساعدك جدا. مزيج من زيت بذور القرع، الروزماري، وزيت النعناع. لو عندك تراجع في خط الجبهه بسبب تكيس المبايض، تساقط شعر وراثي، لو عندك تساقط شعر وراثي برضو هيفيد جدا. تعالوا اقول لكم ازاي. بحث اتعمل على زيت الروزماري وقارنوه بالمينوكسيديل 2%، وبعد 6 شهور استخدام الاتنين عطوا نتائج متقاربة جدا. في بحث تاني اتعمل على فران، جابوا فران حطوا لها تستوستيرون على الجلد، بقى عندهم تساقط شعر بسبب زيادة التستوستيرون، وهو ده اسمه تساقط شعر الهرموني. نحط لهم زيت بذور القرع، وزيت بذور القرع زود انبات الشعر مقارنة بالمجموعة اللي ما تحطلهاش زيت بذور القرع. زيت بذور القرع بيقلل تأثير الهرمون على بصيلة الشعر. في أبحاث تانية برضو على زيت النعناع وارتباطه بتقليل الهرمونات. الروزماري اللي كان مستخدم في البحث اللي أنا قلت لكم عليه الأول، الروزماري 10% قارن بالمينوكسيديل 2%. هو مش مثبت علميا، لكن بالمنطق كده انا لو زودت شويه نسبه الروزماري ممكن يبقى زي ال 5%. مفيش بحث عمل كده، لكن بالمنطق. هل لو انا زودت نسبه الروزماري شويه 50% مثلا او 30 او اكتر من 10% هيكون فيها ضرر؟ هو كل المشكله اللي هتعمله الروزماري هو اللي هيعمل التهاب واكلان في جلد الشعر. لو انت متحمله، طبعا الموضوع ده مختلف من شخص لتاني، لو انت تحملت شويه الاكلان دولت وشويه الالتهاب البساط دولت عادي استخدمه، بس زود الكميه مفيش مشكله، ممكن تستخدمه 50% حتى. يعني لو كميات متساويه من الثلاث حاجات اللي انا قلتها دي هيكون نسبه الروزماري 30%. اعتقد انها نسبه كويسه، بس انت هيجيلك شويه التهاب، يعني حاول تستحمله. استخدمه ازاي؟ الابحاث اللي اتعملت اللي انا قلت لكم عليها دي كانت بتستخدم الزيوت كل يوم. المفروض النتيجه اللي انا مستنيه اوصل لها عشان تبقى شبه البحث لازم استخدم الزيوت دي كل يوم. هيبقى صعب، يعني اعتقد هيبقى صعب كل يوم احط زيوت واغسل شعري، احط زيت واغسل شعري. بتهيألي هيكون اسهل للرجاله، يعني ما عندهمش مشاكل كتير في غسيل الشعر. اسهل بقى كمان للستات اللي عندها تراجع في خط الجبهه، لانها ممكن تحط في خط الجبهه بس كل يوم، يعني مثلا تحط في الشعر كله 2-3 في الاسبوع هي بقى وطاقتها، وتحط على خط الجبهه كل يوم وتغسله مع غسيل وشها عادي. ما اعرفش هتتصرفوا ازاي. هو المفروض يتحط كل يوم، مش قادرين نحطه 2-3 في الاسبوع على الاقل. يعني ايه تساقط شعر وراثي ويعني ايه تساقط شعر هرموني؟ تساقط الشعر الهرموني هو تساقط الشعر المرتبط بزياده هرمون التستوستيرون. ده بيجي مع الستات غالبا اللي عندهم مشاكل في تكيس مبايض. احيانا ما بيبقاش الهرمون زايد، انما بصيله الشعر حساسيتها زياده للهرمون. في الحالتين اسمه تساقط شعر هرموني، وفي الحالتين مهما استخدمتي حاجات للشعر مش هيجيب نتيجه الا اذا استخدمت حاجه قللت تاثير الهرمون على بصيله الشعر. تساقط الشعر الوراثي هو تساقط الشعر في الرجاله واضح جدا، اللي هو تساقط شعر الصلع، يعني بيبقى واضح جدا في الرجاله. في الستات بيبقى اقل وضوحا شويه. تساقط شعر غزير مفيش اي اسباب تانية، مفيش انيميا، مفيش اي حاجه تانية، بيكون اغلبه من قدام لدرجه ان جلد الشعر بيبقى باين. ده اللي اسمه تساقط شعر وراثي. انت لو عندك تساقط شعر وراثي فاكيد هتروح تكشفي والدكتوره هتقول لك انك عندك تساقط شعر وراثي. فلو عندك تساقط شعر وراثي انصح جدا باليقطين على الروزماري. طبعا اكيد الناس اللي عندها تساقط شعر وراثي عارفه ان عندها تساقط شعر وراثي وبياخدوا مينوكسيديل. هل اوقف المينوكسيديل؟ لا، ما توقفش المينوكسيديل. انا استخدم الكلام ده مع المينوكسيديل، بيساعد جدا. جربوه هتدعوا لي. مده طويله، يعني 3 شهور 6 شهور، مده طويله، اقل حاجه 3 شهور.